جدا ان انا على قناه لآلئ المخرج الكبير الاستاذ حمدي متولي، يعني ده صديق العمر للاسره وخاصه لوالدتي الكبيره الجميله الكبيره كوثر ريكا. لو اتكلمت على لآلئ في حياتي لا هم كتير قوي والله. اولهم كانت جدتي راحله امي. دي كانت يمكن مش لؤلؤه، دي كانت بحر بقى اقدر اقول عليها، البحر اللي كان بيضمنا كلنا من الحنان ومن الإنسانية ومن العطاء. طبعا أمي يعني راحلة في قلبي، أستاذة كبيرة الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، يعني كانت توأم روحي، ويمكن يعني غيابها كسرني حقيقي، ولكن أنا عايشة بتوجيهاتها وعايشة بكلماتها الخالدة اللي يمكن الناس حافظاها، اللي قدمتها في الأعمال الخالدة ليها زي حبيبي دائما، وزي العذراء والشعر الأبيض، وزي إمبراطورية ميم، وزي مسلسلات زي مكان في القلب، وزي عصفور في القفص، وزي على نار هادية آخر أعمالها. وطبعا أبويا الفنان العظيم أبو بكر عزت، الناس لحد النهاردة أبويا أنا بشوف فيه كلمة الناس بتقولها الإنسان سيرة. لحد النهاردة كل ما حد بيقابلني بيتكلم إزاي عن أبويا، عن إنسانيته، عن تواضعه، عن فنه، عن عطائه، عن التسامح اللي كان فيه في شخصيته. عمره ما زعل من حد تاني عشان الحاجات اللي ساعات بنسمعها او بنقرا عنها، لا هو ما كانش كده خالص، كان متسامح مع الجميع. بالعكس كان بيقول ان كل جيل بيسلم جيل، وده اللي انا اتعلمته منه. يمكن اكبر دليل على تسامحه هو انا سماح. فبشكر الاستاذ حمدي انه اداني الفرصه الجميله دي انه اتكلم واظهر من خلال القناه، وان شاء الله يا رب دايما مزيد من الاعمال الناجحه، والف شكر. شكرا.